بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الرضا، يا صباح الجمال على عيونكم يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ طبعا أنا عملت معاكم الرز المعمر كتير قبل كده، فأنا عملت ده. ما كنتش طبعا صورت لما حمرت الفراخ وحضرته كله ودخلته الفرن. طبعا انا عملته معاكم كتير قبل كده، اللي عايز يعرف الطريقة صح يرجع لفيديوهات هيشوف الطريقة صح عاملاها. عملت ايه؟ عملت حمرت الفراخ طبعا، غسلت الرز. طبعا لازم تظبط الطاجن او البرام الاول بالرز، ما تخليش الرز كتير عشان انت هتحط فراخ فيه. حمرت الفراخ، غسلت الرز، حطيت شوية رز شوية صغيرين في البرام، رشيت عليه شوية التوابل، توابل لحمة، توابل فراخ. اللهم صل على رسول الله. فلفل ابيض او فلفل اسود. فلفل الابيض طبعا زي ما قلت لكم انا عامله عليه الحبهان، وعامله عليه الكوبيبه الصيني، ده كله عاملاه في الخلاط طبعا. عملناه مع بعضه كده تمام. ما دهنتش المرة دي الطاجن سمنة، لان بصراحة الجماعة عندي قالوا لا، خفنا في الدهون شوية او في السمنة او في الزيت، فمقللة خالص خالص خالص. عشان اسراء تعبانة طبعا، وباباها تعبان، اسراء تعبانة من ساعة الاغنية. والله يا ولاد تعبانة جامد جامد جامد، رحت كشفت لها. يعني حرفيا كده كانت بتموت. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. مش عارفة من ساعة الأغنية وهي في النازل. الحمد لله على كل حال، لازم نقوله الحمد لله. طبعا أنا عملته طبعا، وكان الطبق ده حطاه، ما كانش ينفع إن أغرفه هنا، فأنا غرفته على الصينية. أول مرة أغرفه معاكم النهاردة. فبصراحة كنت في اليوم ده صاحية من الساعة 5. معرفش ايه اللي صحاني الساعة 5 الفجر. فضلت صاحية، قمت على البيت. طبعا انا كنت، ده كان تاني يوم. انا كنت طبعا يوم الجمعة ما كنتش في البيت طبعا زي ما انتوا عارفين. فصحيت بقى، قلبت البيت بقى، غسلت فرشه وظبطت البيت وخليته زي الفل، ورحت داخلة على المطبخ عاملة الاكل الجميل ده. بعد ما حمرت الفراخ رحت نازله بالبطاطس، كنت مقطعه فلفل ومقطعه بصله وتوم. نزلت في الطاسه مكان انا كنت باكل طبعا، كنت ميته من الجوع. وإسراء نزلت تكلمني وانا بصور. انا بظبط لكم الفيديو ده الصبح بقى، لان لسه صاحيه من النوم برضو كالعاده الساعه 6 الصبح. مش عارفه في ايه، توتر رهيب، مش عارفه. الحمد لله الحمد لله على كل حال. كنت واقفة باكل طبعا، حطيت البطاطس والفلفل وصوص الطماطم ده كله في الطاسة مكان ما عملت الفراخ. عايزة اقول لكم يا ولاد، البطاطس كانت حوار ما شاء الله. دخلت طبعا البرام الفرن. اللبن اللي فيه طبعا حطيت قشطة، وحطيت معلقة سمنة بلدي، وحطيت شوية زيت. ما شاء الله ولا قوة الا بالله، مشي في اللبن اللي فيه خالص. هديت بقى الفرن زي ما انتوا عارفين. اللي عايز يعرف الطريقة صح يرجعوا الفيديوهات يا جماعة، والله ما شاء الله الطريقة دي حلوة جدا. هديت الفرن ورحت محطة البطاطس هي كمان ومغطية عليها. طبعا حمرت وشها الأول ورحت مغطية عليها ومهدية الفرن بقى خالص، لأن كنت عجنة بكاكين وقعدت أعملها بقى. اليوم ده كان صعب 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 عليا، تعبت في اليوم ده بصراحة، تعبت جدا. فالحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. انا عايزه اقول لكم، او كلامنا النهارده احنا طبعا اتكلمنا على البرام وعلى البطاطس. كلامنا النهارده عن العين يا حبايبي. العين يعني بصراحه العين وحشه. يعني انا شفت حاجه، الممثله امبارح بتقول العين موتت ابني، ومنهاره وبتعيط. والله حصل. بتقول العين موتت ابني. فانا العين مدمرانا بيوتنا، مدمرانا حياتنا، مدمرانا اولادنا. يعني مش عارفه بيبصوا للناس على ايه. يعني احنا كلنا اقل. يعني انا عن نفسي، يعني انا ما عنديش حاجه زياده عن الناس. يعني اللي بيدخل القناه عندي يتفرج في صمت ويخرج قسما بالله القناه واقعه بطريقه غبيه. القناه واقعه، المشاهدات والارباح واقعه بطريقه غبيه. انت ما بتحطليش، ما بتشوفيليش حاجه. انت بتخشي تشوفي بس هي بتدخل بس، او هو بيدخل بس عشان يشوفوا اللهم صل على حضرة النبي.
التعليقات، يشوفوا الفيديو بتاعي جايب كام مشاهدة، يشوف. طب ليه؟ 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 بناقص يا ست، حرام عليكي، دمرتينا والله، دمرتينا او دمرتيني بالبسط. يعني اللي بتتكلم دي الممثلة جليلة، دي اسمها جليلة ايه، المهم، بتقول العين، يعني قلبها وراح على ابنها. رخر بتقولك انا ما ببينش ولادي وما بتكلمش على ولادي لاي مكان، ومنهارة، والست بتعيط. فسيبونا بقى في حالنا بالله عليكم، سيبونا في حالنا. لو بتدخلي دلوقتي وتسمعي الفيديو بتاعي سيبونا في حالنا بقى، احنا تعبنا، انا اعصابي تعبت. يعني بنتي من ساعة الاغنية وساعة الريفيو بتاع السندوتشات اللي عملته، بنتي ما جالهاش شغل من ساعتها، من ساعة الريفيو بتاع السندوتشات اللي هي عملته ده، ما جالهاش حاجة بعدها. يعني ارحمونا، ارحمونا، اتقوا الله فينا شوية. ومن ناحية تانية القناة واقعة وحشة، واقعة يعني، بتتعبي وتقفي في الحر يعني انا في اليوم ده، انا قلت لكم قبل كده، عملت الفيديو ومسحته، وده كنت والله ما كنتش هنزله هو كمان، لان انا بعمل وبتعب ومفيش. لما تبقي بتتعبي وشايفة القناة واقعة، يعني لو من اليوتيوب يعني ارحمنا شوية، لو من العين ارحمينا شوية. انا تعبت، انا تعبت فعلا، واعصابي تعبت، ونفسيتي متدمره، والله العظيم يا ولاد نفسيتي متدمره. الحمد لله، لازم اقول الحمد وشكر ربنا والله، عشان ما حدش في الكومنتات يقول لي انا حمداه وشكراه وقريبه من ربنا جامد جامد جامد. الحمد لله، بستغفر كتير، ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني ذكر الله على طول في لساني. طبعا كنا اكلنا، عملت صينيه الكنافه دي برضو، اللي عايز يعرف الطريقه صح يرجع الفيديوهاتي. طريقه الكنافه دي روعه هي كمان ما شاء الله. عملت كنافه، وبعد الكنافه طلعنا بقى على السطح، شربنا قهوه، هتشوفوا معايا بقى القهوه. الكنافه دي روعه روعه روعه. الكنافه انا بجيبها اصلا بحطها في الفريزر، لازم احطها في الفريزر، اقطعها، احط عليها السمن بتاعتها، وادهن الصينيه صح، افرش اول طبقه، وتضغطي بقى بصينيه تانية فيها. طبعا الصوره دي لان كنا طلعنا، عايزه اقول لكم القهوه دي كان عليها اغنيه محمد عبده بقى، وبس ما ينفعش ان انزل عليها اغنيه. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ما فيش اجمل من كده، ما فيش احلى من كده. اللي ما عملش اشتراك يعمل، وبالله عليكم حطوا لايك.